وبدأت تجيلنا مساعدات من كل حتة، لدرجة ان كان في سفينة بريطانية حربية غيرت مسارها مخصوص عشان تساعد في عمليات الانقاذ. ما بيفكركوش بحاجة الموقف ده؟ بيصعب على الواحد قوي ان اللي منك يديك ظهره والغريب هو اللي يمديلك ايده. اهو ده بقى ولا اتحجج بالجو ولا قالك الحالة النفسية. والمفاجأة بقى ان قبطان بنغالي انقذ 33 راكب، وقوات الانقاذ السعودية انقذوا 33 سعودي و114 مصري، ودوهم كلهم على السعودية ب20 طيارة مروحية عشان يتعالجوا هناك. المهم وصل عدد الناس اللي نجت من العبارة 387، منهم 342 مصري، ووصل عدد الجثث ل 321 جثة، وبقى 704 راكب وافراد طقم العبارة كلها في اعداد المفقودين. وفي وسط كل ده فرق البحث والإنقاذ تلاقي الصندوق الأسود للعبارة، ويسمعوا حوار طقم السفينة قبل غرق العبارة بلحظات قليلة، واللي كان باين فيه حيرة القبطان والمساعدين